عن بعض لماذا الليبراليون أعلن اعتذاره عن بعض أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي إضاءات. ضيفي في هذه الحلقة هو الدكتور حمزة السالم، أستاذ الاقتصاد المالي في جامعة الأمير سلطان بالرياض. حياك الله يا دكتور. يا أهلا وسهلا، حياك الله أستاذ. دكتور، حضرتك مؤلف الحلقة العاشرة من برنامج أو من المسلسل السعودي الشهير طاش 18. كانت هذه الحلقة بعنوان زيد أخو عبيد. تحكي الحلقة قصة رجل يعمل في بنك زيد، حيث يبدأ أقاربه حتى الذين يصلي معهم في المسجد في الابتعاد عنه ويتحاشون الجلوس معه بحجة أنه يكسب ماله من الربا، وهو المال الخبيث الذي لا يصلح أن يختلط بالطيب. يضطر بسبب الضغوط التي تمارس ضده إلى الانتقال إلى بنك عبيد الإسلامي، ليكتشف هناك أن البنك الإسلامي لا يختلف في طريقة عمل البنوك الأخرى إلا في المسميات وفي طريقة التعامل والتحايل على العميل. بدلا من منحه قرضا مباشرا يتم بيعه حديدا بقيمة 100,000 ريال، ثم يقول هو بتفويض وكيل البنك ليبيعه له بسعر السوق، ومن ثم يتم إدخال المبلغ في حساب العميل، لأن إعطاء المال بالمال ربا ومحرم. اعتبرت الحلقة التي حملت اسم زيد أخو عبيد أن البنوك تتبنى حيلا ومحللات كثيرة، ليس بسبب الطابع الديني المحيط بها، بل من أجل تحقيق أرباح وتعاملات ضخمة. السؤال الذي أوجهه لك دكتور حمزة السالم، هل لمست أن الإعلام والدراما خدمت أفكارك التي تثير كثيرا من الزوابع وترددها من خلال أطروحاتك في مقالاتك أو في ظهورك الإعلامي، والتي خالفك كثير من المتعاطين مع قضايا البنوك من الشرعيين فيها؟ هل تعتقد أنه ممكن الإعلام والدراما توصل فكرتك؟ نعم، أنا ودي أصلح خطأ هنا. أنا لم أؤلف حلقة طاش ما طاش. هم اتصل علي الأخ الدكتور الوابلي عبد الرحمن، اي نعم، والأستاذ ناصر القصبي، واستشاروني، قالوا حنا قرأنا مقالاتك وكذا ونتبنى فكرتنا حنا نبغى نتبناها، وأنا أيدتهم وصلحت بعض المفاهيم عندهم. يعني أنت قدمت المادة العلمية وهم كتبوا السيناريو. في الواقع هم ما شاء الله عليهم أخذوا كل شيء، اللهم استشاروني في أشياء يكون فهمهم يكون دقيق لها، وخاصة الأستاذ ناصر القصبي حتى جلس معي وتكلم معي في التليفون مرتين يحاول يفهم التسلسل عشان لا يخطئ، يقول أنا لازم أفهم المسألة لكي أعرف أطرحها. وما شاء الله عليه فهمها أحسن من كثير من أهل العلم متخصصين ما فهموها. لأنه إنسان لما يكون مستعد للفهم غير يكون عنده حاجز ممانعة. فهذا اللي صار وأنا أيدت عليهم. هل اشتراط الفهم أن الواحد يأخذ بالرأي اللي تقول به؟ لا أن لا يكون عنده حاجز ممانعة، إنه ما يبغى يفهم مهما تحاول تفهمه. هو في الأول رافض إنه يفهم، فهو منتظر تنتهي لكي يرجع إلى فهمه القديم. بس ممكن الواحد يفهم ويخالفك في وجهة النظر جدا. حتى يقال التخلية قبل التحلية. إذا كان مكان وسخ في العقيدة ما تحط أشياء جميلة. أول شيء لازم تشيل حاجز الممانعة، افهم المسألة، إذا فهمتها اقبلها ولا تقبلها، لكن من الأول لا تريد أن تفهمها فلن تفهمها. فهذا اللي خلى الأستاذ ناصر القصبي يفهمها بينما عجز عن فهمها مثلا طلبة علم كثيرين. طيب، هل تعتقد أنه حلقة طاش مطاش هذه استطاعت أنها توصل الأفكار التي كنت تطالب بها من مقالات بشكل أكثر فاعلية؟ والله أثرت كثير وأنا أشكرهم شكرا جزيلا. وهم يوم كلموني وقالوا طيب نضع اسمك كمستشار الحلقة، قلت هذا أتشرف به، لأنها الصراحة لأنه هذا الموضوع يراد إماتته. كيف يقتل هذا الموضوع ولا يعرف؟ لأن كل من كلمته يطلب مني أني أسكت عنه إذا كان من أهل العلم. فطاش مطاش أثارت الإثارة لم أكن أتصورها أنا حتى. ليش تعتقد أنه كل من عرضت عليه رأيك في إما في المصرفية الإسلامية أو في الربا في النقود أو الفلوس يطلب منك أنك تسكت عن هذا الرأي ولا تثيره؟ بالنسبة للمصرفية الإسلامية ليس كل واحد، بالعكس في ناس أيدوني وعلماء أيدوني أني أثيرها، لأن المصرفية الإسلامية في الواقع لعلي أنا أتقرب إلى الله بأني أنا أول من كسر قدسيتها. صحيح كثير أن في علماء قبلي نقدوها وسبوها، لكن لم يشهرها بأن صيفة حيل وأن صيفة خداع
على مستوى عام، إلا أنا الحمد لله أنا بدأت فيها وبدأوا تظهر إلى السطح من ناحية صيفة جحا وكذا وكذا وكذا، كتبت فيها، كان لها قدسية عظيمة ما يمسكها. طيب. أما موضوع الربوية، أنت تعتقد أن المصرفية الإسلامية أنها تتحايل لكنها لا تقدم حلول حقيقية؟ نعم. بعدين هذا كلام ليس كلامي، كلام من قديم، يعني أول من أدرك المصرفية الإسلامية الشيخ بن عثيمين رحمة الله عليه، ونص عليها، قال هي حيل اليهود هي أفضل وأكثر حقيقة من المصرفية الإسلامية. وكان يتكلم عن بنك التمويل الكويتي، وكان هو يمتلك المنزل، يمتلك التملك كامل ثم يبيعه حقيقة. ومع ذلك يعني قال حالة أعلى من حالة المصرفية الإسلامية، يعني يعتبر جيدة يعني. قال والله إن هذا أسوأ من حيل اليهود. ولذلك حضرتك كتبت في 15 يوليو 2009 شبهت مرة في لقاء مع جريدة الحياة المصرفية أرباب الصيرفة الإسلامية بأصحاب السبت من اليهود، وقلت ما زلت أقول إن حيل أصحاب الصيرفة الإسلامية تشبه حيل أصحاب السبت، أفلا يعلم من ينافح ويناضل عن مصرفية الحيل أنها مصرفية قد جانبت الكتاب والسنة في أصلها واستخفت بالعقول في تطبيقاتها، وأرهبت المسلمين في اقتصادهم واجتماعياتهم وأكلت أموالهم بالباطل. لم يجتمع عند أهل السنة والجماعة أمر بعيد عن الكتاب والسنة وآراء السلف ومتناقض في العقل والمنطق ومبتعد عن مقاصد الشريعة، ممعن في التدليس والتلبيس على الناس، كما اجتمع في مصرفية الحيل التي زعموا أنها إسلامية. كيف الدكتور حمزة السالم باختصار تستطيع أنك تشرحنا ليش اعتبرت أنه أرباب المصرفية الإسلامية يشبهون أصحاب السبت؟ اي نعم، لان طال عمرك هم استخدموا الحيل. طبعا هذا الوصف وصفه قبل علماء كثير من راسهم الشيخ بن عثيمين. وليس لهم اي دليل يا استاذ تركي على هذه الحيلة. هم يستخدمون دليل حديث خيبر، وهو ليس أنا حاولت قدر الإمكان أناقشهم فيه وكلهم يتجاهلونه، لأنه هو الدليل الوحيد اليتيم الذي عندهم ونقضته لهم. وش حديث خيبر؟ بأنهم كانوا يتبادلون تمر بتمر. ما ودي أجيب المعنى لأن الناس يفهمونه. تمر جيد بتمر ردي، صاعين بصاع. فعندما أتوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قال أكل تمر خيبر هكذا؟ قالوا لا، لم نأخذ صاعين بصاع. قال لا تفعل، اذهب وبيعها بدراهم، ثم بيع الجمع بدراهم واشتر بالدراهم جنينة. يعني خذ الرديء وبيعه بدراهم واشتر بالفلوس نوعية أخرى، بس لا تتبادل نوعين. نعم، من أصناف الربوية الستة. الشاهد هم يستدلون بهذا على ما يفعلونه. طبعا هذا ربا الفضل، ربا متساهل فيه، ولا يعني حتى ابن عباس يجيزه، حتى ابن عثيمين متساهل فيه، وكثير من العلماء متساهلين فيه. ربا الفضل ربا وسيلة وليس غاية، زي الخلوة وسيلة تحرم من أجل الغاية هي الزنا. فهم يستشهدون بهذا الحديث إن كان فيه شاهد، وما في شاهد في حركة فعل حقيقية للأموال، بأنهم على الربا الأصلي اللي هو ربا النسيئة اللي هو يفعلونه الآن، وهذا ما في شاهد. وقلت لهم لو نستشهد بهذا الحديث نستشهد بحديث العراية فيه ربا الفضل، بأن يأخذ حديث العراية أن عندما يأتي الرطب، الفقراء ما عندهم رطب فيستبدلون تمرهم رطب، وهذا ينقص إذا جف. طبعا تعرف الرطب إذا ينقص، قال لا هذا ربا. فتجاوز فيه الرسول صلى الله عليه وسلم أجل تفكه الفقراء. أجل أنا على قياسهم أبجي وأقول يا أخي أنا بتفكه بمنزل على البحر، الناس يصيفون ما صيف، أبتسلف بالربا. استدلالهم بحديث خيبر يلزمهم جواز هذا. وصوليا خطأ. ما تستشهد إن وجد شاهد على مخرج لوسيلة اللي هو ربا الفضل تستحل فيه الغاية. الصيرفية الإسلامية لا يوجد لها دليل واحد يجيزها أبدا. وبعدين الإسلام إسلام واقعية الآن. طب ليش تعتبر حضرتك أنه في أكل لأموال الناس بالباطل؟ نعم، لأنها فيها تدليس كثير. من تدليسهم ما يستطيعون يعطون الكلفة الحقيقية للفائدة، يغيرون كثير. مثلا يكتبون بدل الفائدة إيجار، مثلا بدل ما يعطون الكلفة الانترست يضعونها هامش الربح، وهامش الربح يغش الناس. تجد في العقود، لو تطلع على عقود البيوت مثلا، فيها من الغش ومن الظلم للناس شيء عجيب. أنا أتخصص، أنا عارف أحسب الكلفة الحقيقية للأموال. يغشون غش على البنوك تستخدم من الصيغة الإسلامية عشان هم يوقعون. فهذا فيها غش كثير للناس. يعني أنت تعتبر أن الصيرفة الإسلامية لمصلحة البنوك؟ نعم، المصلحة فيها للبنوك وليست للمستهلك. لا طبعا، حتى المستهلك. الصيرفة الإسلامية أحلت الربا الأعظم اللي هو إذا يتأخر أن يضاعف باسم العقوبة،
دبروا لهم دبروا قالوا عقوبة مع عقوبة، إذا تأخرت في السداد يزيد عليك الفائدة، وهو الربا الأعظم. وعندما تجي الزكاة قلت انها بيع حقيقي ودين حقيقي على ظهرك، على ظهر البنك، دبروا لهم حيله ودبروا لهم مخارج اقوال شاذه واعفوهم من زكاه الديون، من زكاه الديون اللي هي عليهم، رغم من علماء بن باز وغيرهم منصين ان عليها زكاه. فاذا جو في صالح البنك قالوا ها خلينا نشوف مخرج قوم اقوال الفقهاء، واذا جو في صالح المواطن قالوا لي الواجب عرضه وحطوا جميع يعني جلدوه جلد قوي. مو بصحيح يا اخي. طيب حضرتك كتبت في رمضان الماضي اثر سجال حلقه طاش التي تحدثنا عنها، ومن خلال ردك على الشيخ خالد المصلح كتبت مقالتين في جريدة الجزيرة على خلفية حلقة طاش، أحدهما في 19/8/2011 والثاني في 20/8/2011. في المقال الأولى عنونتها بطاش أم الشيخ المصلح. قلت: خرج الشيخ خالد المصلح في برنامج نبض الكلام ينتقد طاش ويرميه بالخطأ والجهل والكذب على المذاهب، ولا أزيد إلا أن أترك للقارئ المستقل الحكم. قال الشيخ: ما جاء في تلك الحلقة من أن المذاهب الأربعة لا ترى جريان الربا في الأوراق النقدية فيه تجن واضح وقلب للحقائق، وأنه لا يقال عند المذاهب ولكن تخريجا على المذهب. قلت حضرتك: أقول هذه تخالف أقوال أعضاء هيئة كبار العلماء عندنا في هذه المسألة في بحوثهم الرسمية باستخدام لفظ عند، وبتقريرهم أن الربا لا يجري في الأوراق النقدية في المشهور عند المذاهب الأربعة. فهذا نص الشيخ صالح بن فوزان في بحثه عن الربا. فعند هؤلاء الحنابلة والأحناف أيضا لا يجري الربا في النقود الورقية المستعملة اليوم ولا في الفلوس من غير ذهب أو فضة لأنها غير موزونة. وهذا نص الشيخ بن منيع في بحثه حول المسألة. وذهب بعض العلماء إلى أن علة الربا في الذهب والفضة غلبة الثمينة، وهذا الرأي هو المشهور عند الإمامين مالك والشافعي، فالعلة عندهما في الذهب والفضة قاصر عليهما، والقول بالغلبة احتراز عن الفلوس إذا راجت رواج النقدين، فالثمينة عندها طارئة عليهما فلا ربا فيها. وتقول أيضا أنه من أبحاث هيئة كبار العلماء أنه لا ربا في الفلوس وفي الأوراق النقدية. أولا أود أن أسأل حضرتك دكتور حمزة السالم، أستاذ الاقتصاد في جامعة الأمير سلطان بالرياض، أنت مختص بالاقتصاد، ما مدى علاقتك بالقضايا الشرعية حتى تتحدث بالقضايا الشرعية في هذا وتغوص بها إلى هذا الحد؟ والله في الواقع أنا بدايتي كانت يعني درست الشريعة 14 سنة لله. كم؟ 14 سنة. 14 سنة. دراسة غير نظامية. غير نظامية، فيها نظامية، فيها من القرى دبلوم سنتين. والدراسة كانت لله، يعني كانت صافية 14 سنة، ثم بدأت أدرس الاقتصاد. يعني دراستك الاقتصاد مهي لله؟ لا، فيها طبعا الدنيا بلا شك، لكن هذه كانت لله، ما كنت أرجو منها لا عمل ولا منصب ولا شهرة، ولعل الله فتح علينا بهذا السبب. ثم الاقتصاد لا، كانت طبعا مو لله، للدنيا بلا شك انها طلب دنيوي. فاذكر اول ما رحت امريكا كنت استغرب، سبحان الله، انا رحت امريكا لم يكن عندي حساب في البنك حتى. ما كان عندك حساب في البنك؟ ما اول حساب افتح في امريكا، يعني ارى هذا ربويه كلها ربا وكذا. ارى اول حساب فتحته في امريكا عام كم؟ 97، هذا اول ما وصلت امريكا. فكنت استغرب، حتى ما كنت اعرف معنى الكريدت ولا معنى الاشياء هذه. كنت استغرب كيف انه ممكن الاسلام يعجز أن يوافق هذه الطفرة المالية. عندما درست أول شيء إدارة مالية وثم أخذت ماجستير اقتصاد من دكتور اقتصاد. كيف يعجز الإسلام عن هذه التطورات أنه يقول هذه الربا؟ الاقتصاد كله قائم عليها. الاقتصاد الحديث الآن يقوم على لا شيء من هذه الأرقام، يقلبها هكذا فتقوم. مدن دبي قامت، أمريكا قامت، كوريا قامت، سنغافورة قامت، كلها قامت على مجرد لعب في الأرقام، قامت قيامها، وحنا جالسين مدفونين هنا. ليش طيب؟ فأقول سبحان الله، لله الأمر من قبل ومن بعد. إلى ما أول ما طحت على كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية يصف فيه الثمنية وما الثمنية. هذا الكلام يقول ابن تيمية نفسه أحد بحوث أو أحد مقالات الشيخ جرينسبان، رئيس البنك المركزي جرينسبان، كأنه هذا ناقل من هذا. في الواقع هذا ما نقل من هذا، العقل واحد. أي جرينسبان يمكن ما يدري وش هو ابن تيمية، بس المنطق واحد، العقل واحد، المعاملات يحكمها المصلحة. وش يقول ابن تيمية؟ من كلامه يقول مثلا في بداية، يقول الثمن لا يعرف له حد طبيعي، يعني قد يكون أي شيء. ايش معنى كلمة الثمن هي نحددها؟ ما هو وسيلة للتبادل، ما هو وسيلة للتبادل. ثم قال بعدها، وهذا يستشهد فيه العلماء هنا بس ما يستشهدون في المقطع اللي بعده، والثمن يجب أن يكون محدودا منضبطا لا يزيد ولا ينقص، فإن زاد ونقص أصبح سلعة من السلع. محدودا يعني
هم أول تقول لا يوجد له حد طبيعي، ثم يقول يجب أن يكون محدودا. تناقض؟ ما تناقض. شلون؟ لا يكون له حد طبيعي، لا يعرف له حد طبيعي، يعني ممكن يكون أي شيء. يجب أن يكون محدودا أي نادرا. التراب لا ينفع، أهم شيء يكون نادر محدود، له كمية معينة. معدود يعني لا الذهب محدود، زي الألماس محدود، لكن زي مثل التراب غير محدود، تاخذ التراب ما شاء الله منضبط، ما في ما تذبذب، ما اسف منضبط. هذا موضوع له في سعر الفائده صعب اني اشرحها هنا. فوجدت انه كلامه هذا كله منطبق على وضعنا الحالي. فمن هذه النقطه بدات اتفكر، اقول الفتوى هيئه كبار العلماء الحيثيات حقتها، الشروط الذي نص عليها ابن تيميه لم تعد قائمه. فبدأت أفكر في الموضوع، بدأت أبحث في المسألة. يوم بدأت أبحث في المسألة وجدت الأمر أبعد من كذا كثير. وجدت الأمر الصحيح أنه هذه الأموال الآن الثمنية اللي يتكلمون في هذا الموضوع، وما تقاطع أنت تسمح لي بس أكمله. طيب بس ورا ما نكمله بعد الفاصل الذي تراه طبعا. فاصل قصير أيها الأخوة والأخوات، نعود إلى الدكتور حمزة السالم أستاذ الاقتصاد المالي في جامعة الأمير سلطان وإضاءات. فابقوا معنا. الله حياكم الله في إضاءة مجددا أيها الأخوة والأخوات. لا يزال حواري هذه الحلقة مع الدكتور حمزة السالم أستاذ الاقتصاد المالي في جامعة الأمير سلطان. دكتور حمزة، قبل الفاصل قلت لنا أنك كنت قبل 97 ما عندك لا حساب بنك تورعا ولا كريدت كارد بطبيعة الحال، ولا أسهم ولا عندك شيء نبت، وخاطب المسؤولين بأنهم يسكون البنوك، وتطالب المسؤولين أنهم يسكون البنوك. ثم ذهبت إلى أمريكا وبعدين بدأت تتأمل، قارنت آلان جرينسبا مقولته بمقولة ابن تيمية، فوجدت أن العقل واحد وإن اختلف الاثنين، وبدأت تفكر. نعم. فوجدت عمرك بأن الثمنية اللي هي التي يتكلمون عنها في كل مكان كعلة لقياس فلوسنا هذه. وش الثمنية؟ الثمنية هي أن يكون الشيء وسيلة للتبادل. أنا في البداية ما أتيت هنا شروط الثمنية هذه لم تعد قائمة، بدأت أتكلم بهذا في البداية. الثمنية اللي هي أن يكون أساس الشيء النقد الفلوس. ايوه، هم قالوا ليش الذهب فيه ربا؟ قال انه يستخدم وسيله للشراء والبيع. هذه معناها الثمنيه اللي يقصدون فيها. انا ما وبالتالي حرموا، اوجدوا انه الفلوس نفس الربا، نفس الذهب، لانها أنت تقول لا. انا في البدايه وجدت ان لها شروط وجدت عليها شيخ الاسلام ابن تيميه وحيثيات هيئه كبار العلماء لم تعد قائمه. دام الحيثيات لم تعد قائمه، الحكم يتنفي. فيتناقش في المساله هذه. ليش الحيثيات لم تعد قائمه؟ لان لم تعد مستودع للثروه، لم يعد مقياس القيم الاجله. كيف الفلوس مهيب مستودع للثروه؟ لان التضخم صار اصلا فيها وليس طارئ. يعني هذا اصوليا ليس شيء. هم ناقشوا موضوع الليره اللبنانيه، الليره، الدينار العراقي، لكن الاصل فيها الان حتى الدولار، كل العملات من بعد انفصالها عن الذهب صار التضخم فيها السبعينات من 71. لو تشوف مؤشر الاسعار موجود من عام 1200 ثابت ما يتغير، يطلع وينزل، بس انه ايش يعني واحد تقريبا نفس الين ما جاء في السبعينات انطلق الى اضعاف مضاعفه بالالاف تضاعف، لان صار في طبع فلوس لم تعد محدوده. الفلوس ونحن لاحظناها في الازمه الماليه، يعني القاعده النقديه زادت من 800 بليون دولار في امريكا الى 2 تريليون. يعني خلال سنتين تضاعفت الفلوس في امريكا، القاعده حقتها اكثر من الدبل. اذا الفكره التي تطرحها حضرتك نشأت بعد السبعينات، لانه بعد السبعينات ما عادت الفلوس الورق مرتبطه بالذهب. انا ودي اروح ابعد من كذا، لانه هذا تجاوزتها الان. انا لم تعد هذه كانت اول طرحي او في البدايه وصحيح، لكن انا وصلت اعظم من هذا. وصلت الى اول شيء انا أتيت في المدرسة اللي كانت قائمة، في الكلام اللي كان قائم وأشرحه، الآن تجاوزتها. الآن أنا أقول الذي تقولونها أهلا وسهلا. الثمنية اللي تقولونها الآن كعلة لقياس فلوسنا على الذهب والفضة، من أين؟ من كتاب الله أو من سنة نبيه أو من قياس صحيح. الثمنية التي يسمعها الناس كلها تراها قول شاذ في السلف، قال به بعض المالكية واستخرج الشيخ بن منيع
استنباطا استخراجا من كلام ابن تيمية. لأن العلماء عندما أتتهم الفلوس تلك الأيام خافوا من الزكاة، لأن البعض ألحقها بالفلوس القديمة. أنا ما ألحقها بالفلوس القديمة، دائما يضعون يحاولون يدخلون. ما خافوا أنه ما حد يزكي عليها. لأنه في أقوال أن الفلوس ما تزكى أيام زمان وليس الآن. فقال لابد أن نلحقها بالذهب لكي نقول فيها زكاة. لكنهم لم يجدوا. أنت تعتقد أنه الفلوس فيها زكاة؟ طبعا. كيف؟ كل مال قابل للنماء فيه زكاة. الأراضي، السندات، كل شيء. نأتي ما بدنا نخرج كيف. أي ممتاز. أي ولا يتطرق لها الشك. تقول أنهم أول شيء خافوا أنه تلحق بالذهب فما تزكى؟ لا، أنها تلحق بالفلوس القديمة. فلا تزكى. فقالوا لابد أن الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله عليه قال والإحياء نقد نسبة إلى الذهب، لأنه ما يرى جريان ربا فيها، لأنه مذهبه مذهب الحنابلة الوزن. فقال والاحتياط فيها أولى. فذيك الأيام مش الأمور كانت أشياء بسيطة والأفكار بسيطة وكذا، وكان أيام مرتبطة بالذهب. يعني كلام الشيخ محمد بن إبراهيم كان دقيق، نقد النسبي نسبة إذا ارتبط بالذهب والاحتياط فيها أولى. وفي ناس هذا قبل السبعينات، قبل أن تنفصل عنه. الفتوى هذه كبار العلماء كانت مع انفصال الذهب، يعني ما أدركوها. طيب، فالثمنية فالعلماء لم يجدون مرتكز شرعي يرتكزون عليه يقولون أن هذه تقاس على الذهب والفضة. من أين لكم؟ الحنابلة والأحناف يقولون أنها وزن، وزي ما نص هنا الشيخ صالح الفوزان أنه فعند الحنابلة والأحناف لا يوجد الربا في الأوراق النقدية اليوم. والشافعية والمالكية وأنها علة قاصرة. الثمنية يعني ما أود أفصل فيها نوعين من الثمنية، لكنها لا تنطبق. فقال الشيخ بن منيع هنا منصوص عليه نص، فعند مشروع عند الإمام الشافعي والإمام المالكي لا يجري الربا في الفلوس إذا جاء إلا عندهم في الذهب والفضة قصر عليهم، والقول بالغلبة احتراز عن الفلوس إذا راجت رواج النقدين فلا ربا فيها. كمل. فالثمنية عندهما طارئة عليهما فلا ربا فيها. طيب كيف نقول للناس إنه هذه يلحق بالذهب والفضة؟ جاء الشيخ بن منيع واستخرج من كلام ابن تيمية بأن الثمنية المطلقة اللي هي أي شيء وسيلة للتبادل بشروطه يجري فيها الربا. فأخذوا كلام الشيخ بن منيع مع أقوال في المالكية، في قول في المالكية وبعض العلماء يعني آراء مرجوحة. شاذة مرجوحة نادرة، يعني مع الأقوال نادرة واستخراج استنباطها ابن تيمية واعتمدوا عليه. تجد جميع ما ألف في هذه المسألة من رسائل حسب اطلاعي أنا، من رسائل دكتوراه، من بحوث، كل عبارة عن إعادة ولصق وتوسيع وتخصيص لكتاب الورق النقدي للشيخ بن منيع. هو الذي أسس الربا أو أصل للربا فيها. طيب نقول تعالوا الثمنية اللي تقولون عنها هذه، أولا هي شاذة عند السلف. طيب، اثنين، هي لم يوافق عليها كبار علماء الأمة، منهم الشيخ بن عثيمين مات ولا لا يرى الثمنية مطلقة، يعني ينص عليه ويرى أنها علة قاصرة. كما إذا ما شو متأكد ابن بسام، بن حميد، الشنقيطي رحمة الله عليهم، عفيفي كلهم لا يرون الثمنية. بس الشيخ بن باز كان يرى الثمنية. نعم، هو الوحيد، وهو الوحيد من العلماء الكبار الذي وقع على القرار. كبار علماء في قرار هيئة كبار العلماء عام 93 توقفوا. 93 ميلادي 73 هجري. نعم 73 هجري. نعم 73 ميلادي. 93 هجري 73 ميلادي. نعم بالضبط. فالشاهد أنا اللي تقولونه أنا أقبل به. أنا الآن لم أعد أجادل في شيء، اللي تقولونه أثبتوا لي بس وأنا موافق معكم. فهذه الثمنية بدي أوضح للناس، يتوقعون أنها هي مقدس، تراها شاذة عند السلف، تراها مرفوضة من قبل علماء الأمة. الشيء الثالث تراها باطلة، وبالتالي استنادا على أن الثمنية باطلة ما اللي يحدث؟ أنا ذكر لماذا هي باطلة؟ لأنه إذا قلنا بالثمنية اليوم يستلزم منها أن الذهب والفضة لا ربا فيها. ليش؟ لأن أنتم هذه علة ظنية، أنتم استنبطتم بأنها الثمنية. كويس، معناها ما هو يستخدم وسيلة للتبادل فهو إيش؟ فيجري فيه الربا. معناها ما لا يستخدم وسيلة التبادل لا يجري فيه الربا. معناها الذهب والفضة لا ربا فيها. أقربها لك، الخمر. الخمر علته الإسكار، ما دخل الإسكار فيه فيجري فيه الربا. إذا نزعت الإسكار من الخمر أصبح مباحا. فكلمة وسيلة كلمة خطيرة. طيب معناته العلة هنا باطلة بلا شك، اللي هي الثمنية بلا شك باطلة. يعني نزعت الثمنية وبالتالي أصبح يجوز.
لا أصبح لا الربا في ربا البيوع أنا أتكلم فيه. نعم. بعدين موضوع الربا الآن كل واحد لما يسمع الكلام ويسمع ايش تحل الربا؟ الربا ليس شيء مطلوب في الإسلام تحقيقه، وليس أن تمنع الصلاة أو الزكاة. الربا شيء كان موجود وجاء الإسلام منعه، وحنا الآن تصرفنا أوجدناه، والناس جت أجيال ما عرفت ليش العلماء في الأول حرصوا على إلحاق فلوسنا بالذهب، هم حرصوا خوفا من الزكاة. الآن الناس يقولون ما في ربا، ما في ربا، الحمد لله رب العالمين، الساعة مباركة ما في ربا، تغير وش الربا فيه؟ طيب وش الربا الآن المعاصر في الوقت المعاصر؟ أول شيء خليني أعطيك مثال برد عليك إن شاء الله. الربا فيها أشياء كثيرة، فيها بيع الديون، ما زال في الذهب وما زال في الفضة، وما في شيء يقاس عليه، ما زال في الصناف الأربعة وما يقاس عليها. بس إنه إذا أنت تدخل فلوس بالبنك بالكاش وتاخذ نسبة ما يصير ربا. ما هي ربا ولا دليل عليها، بأتيها وأنا مستعد أناقش لو مجمع الفقهي كامل. طيب هل جلست أنت مثلا مع الشيخ المصلح، مع الشيخ بن منيع، مع علماء كبار يختلفون معك في هالقصة؟ نعم، أنا طبعا تكلمت مع مجموعة من العلماء. طبعا الشيخ بن منيع ما جلست معه لأنه طبعا هو الذي وضع أصل هذه المسألة. وش المانع أنك تجلس معه؟ وأنا طلبت وارسلت وحاول والله الدكتور أبو عباد وعدني كثير، بس ما هو مثلا الشيخ المطلق من اللي جلست معهم؟ في الشيخ الأطرم، الدكتور عبد الرحمن بن صالح، في عاد الشيخ الفاضل الدكتور أصولي الشيخ أحمد بن حميد، تكلمت معه كثير فيها. وكانوا يوافقونك فيما تذهب إليه؟ لا، أما الأطرم كان يستمع فقط، وعندما خرج يرد علي لم يأتي أي طرح من طروحاتي، عاد إلى كلام مجمعات الفقهية. احنا نقوم كلام الفتوى اللي صار مجمعات الفقهية هي كلام الشيخ بن منيع نفسه، يتبنوه الناس كلهم بعد كذا. فهذا مو صحيح. ارجع الى كلامي، انا اقول الفلوس المعاصرة هي أثمان، لكن لا يجري فيها الربا. يا أثمان تجري فيها الزكاة ولا يجري فيها الربا. طيب أيضا يعني ولا يوجد قول يقول يجري فيها الربا، على فكرة الربا ولا يوجد واحد قول. طيب في نفس المقال ردك على الشيخ المصلح في 20/8/2011 قلت خرج الشيخ عن طرح طاش في حكم الفلوس المعاصرة فراح يردد الأطروحات القديمة. فطاش لم تقل بأنه لا قياس كما ضيع الشيخ المصلح وقته في إثباته، ولم تقل طاش أن فلوسنا اليوم تلحق بالفلوس القديمة. طاش تبنى الطرحية الجديد في الفلوس وهي أنها أثمان نقود، ولكن أين في شرع الله أن النقد أو الثمن يجري فيه الربا؟ نعم. كما تفضلت. إذا قيس على الذهب بعلة النقدية والثمنية المطلقة فهذا يعني أن الذهب والفضة لا يجري فيهما الربا اليوم لأنهما لم يعودا نقودا، وهذا مفسد للعلة الظنية. هل تعتبر أنه أقوال الأئمة الأربعة أقوال قديمة؟ لا يا شيخ، لا بالعكس، أنا استشهدت فيها، بالعكس أنا توي استشهدت فيها الآن. أنا أقول على المذاهب الأربعة لا يجري الربا في الفلوس المعاصرة. لأنه الإخوان في طاش سألوني، قلت أنتم لابد أن تأتون بالتسلسل، لابد أن توضحون ترى أن الناس متوهمة أنه هذا قول لا خلاف فيه. بالعكس حتى أيام كان مربوط بالذهب، القول بجريان أيام الذهب كان قول ضعيف، حتى يعني حاول في رأي آخر. يعني المذاهب الأربعة يقول لا ترى الربا فيه. أنا هذا كلام أنا من الشيخ المصلح، ترى الربا في الذهب لا ترى الربا فيه. لا يعني قياسا تخريجا على كلامهم لا يجري الربا في الشيخ فاتح الفوزان ذكر الشيء هذا، والشيخ بن منيع ذكره، كبار العلماء ذكرته. لذا أنا قلت ائتوا به من أجل الناس تفهم. ترى يا ناس الثمانية يقولون عليها ترى كانت شاذة في السلف وفي الخلف وباطلة. فالشاهد الشيخ المصلح الله يحفظه رجل صالح تقي من أهل الله صادق، لكنه عايش مع يمكن عايش مع جماعته أو كذا ويسمع منهم، فيوم تكلم ما قال للأسف ما قال الصحيح من غير قصد. ترى الشيخ المصلح أبدا لا يدلس ولا يقص. بس أنت كأنك تلمح إن في غيره يدلس. كيف؟ طبعا بلا شك. مثل مين اللي دلس عليك في أقوالك ولا دلس في الأقوال الفقهاء؟ لما يجي يحاول يخط بين ربا البيوع وربا القروض مثلا، يحاول أجمعت الأمة على تحريم الربا. طيب أنا أي ربا القروض أنا معك يا أخي. ربا القروض يجي فيه كل شيء، ما في داعي الخلاف، ما في داعي قرارات هيئة كبار العلماء، ما في داعي البحوث اصلا كلها، ما دام انها ربا القروض بيض طين. لا الامه اجمعت على تحريم الربا، بس هل هذا ربا ولا لا؟ هذا الكلام. وبعدين لا، في اثنين، ربا القروض ربا البيوع، مجموعه ربا القروض. هم يحاولون يجعلون تمويلات البنوك من القروض. تمويلات البنوك ما هي من القروض، ولو كانت تمويلات البنوك من القروض. وش تعتبر انت تمويلات البنوك؟ منيش؟ مو انا اعتبرها، حتى الدكتور عبد الله العمراني في بدايه كتابه
جمع أقوال الفقهاء في القرض. لا يوجد قول بأن القرض لا يقوم إلا على الإرفاق أو عقد معاوضة غير محضة، لأنه في الواقع أنت تقرض واحد ما جعلك تقرضه تبرع، ابتداء ايش يكون تبرع، وانت بدك تقترض مني زي ما تسوي مني بزنس. البنك الحين لا اذا اقرضني متبرع؟ لا اصل ما هو متبرع. هل علاقه بين البنك وبين سابق مثلا هل هي علاقه تراحميه؟ لا، هل هي مصالح. طيب اذا ليس بقرض. لذا انا قلت 13 جيبوا موضوع القماش المتر بالمترين، انه اللجنه دائما الافتاء وهذا بن باز بن ابراهيم يجوز مثلا سواء في الغنم سواء في القماش ان ابيعك متر القماش اعطيك اياه ترجع لي اياه مترين او 100 ترجع لي 200 بعد سنه او بعد سنتين. فاتى في يفهمون الناس يا اخي ليس كل شيء بمثله بزياده وزمن محرم، انه قرض. القرض ما دخلها الارفاق كما قال الشيخ بيعتمد دائما انما الاعمال بالنيه. الفرق بينهم هذه نحتاج نشرحها بتفصيل بعد فاصل قصير. طيب. فاصل قصير نعود بعده الى الدكتور حمزة السالم استاذ الاقتصاد المالي في جامعه الامير سلطان وقضيه الربا الشائكه واضاءات. فابقوا معنا. حياكم الله في إضاءة مجددا أيها الإخوة والأخوات. لا يزال حوارنا هذه الحلقة مع الدكتور حمزة السالم أستاذ الاقتصاد المالي في جامعة الأمير سلطان بالرياض. قبل الفاصل دكتور حمزة كنت تتحدث عن قصة أنه أنا أعطيك قماش متر قماش فترد لي إياه وبعد سنتين مترين قماش، وتقول أن هذا ليس ربا. ولا أقول يعني الفقهاء يقولون. نعم، وعلى راسهم بن باز وكذا إبراهيم. طيب نعم. وش علاقة كيف نستطيع أن نستثمر هذا المثل لفكرتك التي تتحدث نعم. عنها؟ لأن الله يحفظك في باب المعاملات هذا بالذات اختلط على الناس قياس الشبه بالقياس العلة. أي. قياس الشبه قياس مذموم. وش هو قياس الشبه؟ أنا تشبه شيء بشيء، مثلا تقول هذا أما قالوا هذا قرض أشبه بالقرض الإسلامي، هذا وديعة أشبه بالوديعة الإسلامية. كما قال ابن القيم والقياس الشبه ذكر مذموم في القرآن، دائما ذكر مذموم في القرآن. قالوا إن يسرق قد سرق أخ له من قبل، وقالوا ما هذا إلا بشر مثلنا. هذا قياس شبه يشبهون، ما يصلح القياس يكون بعلة. أنا لاحظت أكثر شغلهم يعني في الشبه أنه يشبه بعض بس العلة علة واحدة تجمع بين القياسين. أيوة، الشبه مذموم مو صحيح. وش نموذج القياس الثاني اللي بعلة مثلا؟ لا تكلمنا فيه قبل شوي كلها. مثل فكرة الخمر الثمنية وفكرة إنه الخمر الإسكار إذا نزع الإسكار انتزعت العلة وبالتالي أصبح مباحا. نعم، هذه اللي يسمونها دواء العلة، زي مثلا الوزن، زي ثمين مقاصي. طيب زي السفر، علة القصر في الصلاة. فالشاهد ايوه. فأنا قلت للطاش جيبوا الفتوى هذه من أجل تشيلوا على الناس. كثير من الناس يحاول يخلط على الناس، يقول يا أخي الذي يحدث في البنوك قروض والقروض محرمة بالإجماع. نعم، الربا فيها أيوة راسي صحيح، القرض محرم بالإجماع، لا تدخل في شيء احنا متفقين عليه. لكن هذه ما هي قروض يا أخي، بالدليل طبعا واضح هي ما هي قروض، بس مع تلبيس الناس مع تلبيس هذول اللي يتحدثون وضياعهم هم بعض يعني كبار العلماء ما حد منهم قال هذا قروض. ما سمعت أن أحد من كبار العلماء أو من العلماء الفضلاء يقول ما يقوم به البنوك قروض. كلنا نتكلم عن ربا البيوع، ما قالوا إلا اللي يحاولوا يدرسوا عن الناس فيها. فعلى حسب سماعي أنا لم أسمع أحد. فالشاهد قلت تجيبوا موضوع الفلوس الحين زي الشيخ بن باز مثلا عندما قال يجوز ولين دائما افتاء 100 متر قماش ب 200 متر من نفس الجنس من نفس القماش بعد سنتين. بس سنتين ولا أي وقت؟ أي وقت. عندنا غزل النسيئة اللي فيها النسيئة الزمن. طيب نفسهم هم قالوا الريال بالريالين ربا. طيب وش خلى يقول هذا جائز والريال بالريالين ما هو جائز؟ لأنه ما يتكلم عن ربا القروض، هو يتكلم عن ربا البيوع. فعندما البيوع هو الخلاف فيه الآن، هو اللي فيه النص الذهب بالذهب والفضة بالفضة. يعني على اعتبار أنه القماش بيوع؟ لا، اعتبار النية، لأنه قال اشتريته أعطيته. النية أنا لما أجي معاك هي النية. شوف يعني أنت تعتبر أنه البنك لما يعطيك نسبة هذا ليس قرضا؟ لا يا أخي، ما هو قرض، تمويلات يا أخي. العمل كله بزنس، عمل البنوك عبارة عن عمل بزنس حسابك. ترجو الرحمة من البنك والبنك يعطف عليها ويتبرع عليها يعطيها فلوس؟ لا يا أخي، ما عبارة عن بزنس. فأنا ودي أوضح لهم أنه كون هذا ريال وهذا ريال
ما فيها مشكله يا اخي انه هذا قماش وهذا قماش، حتى تلعب فكره الفلوس من قماش، ريالاتنا من قماش. نعم. ايش خلى الشيخ بن باز يقول واللجنه الدائمه يقول هذا القماش جائز فيه ال100 ب200 بعد سنتين، بينما الريال بريالين او 100 ب200 بعد سنتين ما هو جائز، لانه يتكلم عن ربا البيوع بشكل عام، ما ربا القروض معروف ان البنوك له موضوع اخر. فالشاهد قاس انه انه يقيس الريالات على الذهب والفضه بعلة الثمنيه التي اقول انا انها شاذه، بأنها شاذة عند السلف، مخالف من كبار علماء الخلف، باطل اليوم بسبب أن خرجها عن الذهب، لأنه هذا يلتزم بأن الذهب والفضة لا يجري فيهم الربا. ولم يناقشني أحد إلى الآن من كل اللي خرجوا في التلفزيون ومن كل اللي كتبوا في الجرائد في هذه النقطة. أنت مستعد للمناظرة؟ أنا مناظرة مع المجمعات الفقهية كلها في هذه النقطة. لا ترجعني مرة ثانية وقاتل المجمعات الفقهية، استدل بالجماعات الفقهية وقراراتها، وهي موضع الخلاف يا أخي، ترجع لي لها مرة أخرى. طيب في 23/4/2011 دكتور حمزة السالم كتبت في جريدة الجزيرة مقالا بعنوان الشيخ الأطرم وأنا، قلت فيها فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن عبد الرحمن بن صالح الأطرم صاحب علم وورع تشهد له بذلك نفسه اللوامة التي تخشى أن تسأل يوم القيامة وهي جاثية تحت العرش عن علم كتمه أو دليل حرفه أو تأويل على غير وجهه. هذه النفس التقية دفعت بالشيخ وبحضور الشيخ الدكتور الفاضل سعود العصيمي الاجتماع به عدة مرات من أجل فهم وجهة نظري في مسألة عدم ربوية الفلوس المعاصرة. فهذه المسألة قد هجر البحث فيها منذ أكثر من 40 سنة فلم يتجدد فيها شيء على الإطلاق، رغم تغير المعطيات واختلاف ديناميكية الاقتصاد المالي والإنتاج وظهور نتائج نظريات السبعينات والثمانينات الاقتصادية وانفتاح الناس على العلوم المعاصرة. فلا حجة لأحد بادعاء الجهل والغفلة عن حقائق الأمور. هذه الفجوة الزمنية الواسعة بكثرة متغيراتها أدركها الشيخ الأطرم، فعلم أن المسألة تحتاج إلى تأمل قبل الخوض فيها بما ترسب من بقايا المعلومات القديمة التي درسها أو درسها في الجامعات أو تناولتها بحوث التكرار والإعادة هنا وهناك. موقف الشيخ الأطرم من عدم الاستعجال في تكرار بقايا رواسب ما قيل في هذه المسألة من 40 سنة موقف فضلاء كبار علمائنا حفظهم الله الذين التقيت بهم وسألتهم في هذه المسألة. فقد التقيت بفضيلة الوالد سماحة المفتي ورجعته، تقصد الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، ورجعته في هذه المسألة وقد شهد لي عدة مرات في ذلك الاجتماع بقوله أشهد أنك فقيه. لكن الشيخ الأطرم رد عليك بعد كده. للأسف الشيخ الأطرم طلب اللقاء معي، قال أفهم إيش تقول، أحيانا قد يصير عدم سوء فهم، واستمع وفهم الكلام اللي قلته الآن أنا الجديد هذا. وقلت ها يا شيخ، قال نبغاك تتصرف، فما عاد وسكت لمدة سنة مرة وتكلم معي كم مرة، فحاولت إني إيش أحركه بهذا المقال. للأسف طلعت في التلفزيونات يعيد نفس كلام المجمعات الفقهية وكلام بن منيع من أول الورق النقدي، ويعيد مثلا كلام من هنا وهنا، وقال أنا دافع عن البنوك مثلا أو كذا. المهم أنت تدافع عن البنوك؟ أيوة دافع عن البنوك أنا. البنوك ما تبغاني مرة ما تبغاني ولا حتى أعرف واحد فيها إن شاف صد عني قدام الناس، لأنهم يعتبرون أنك تضرب سوقهم. لأن طبعا بعد يقولون هذا قاعد يخرب على الصيفة الإسلامية. في أحسن من كذا؟ الصيفة الإسلامية خلتهم حتى أماتتهم، خلت شغلهم ميت، شغل بسيط ما طلعت فيهم، ما ارتقت فيهم. أنا ودي أتكلم هذا بس فيما بعد. كان السؤال على من؟ عن الشيخ الأطرم. بعد ذلك رد عليك بعد سنة. رد أبد نفس كلام، كرر الكلام القديم، فأنا فوجئت به. احنا اتفقنا ابحث كلامي أنا ولا تقول للناس كلام القديم بس. هل أنت أردت أن تورد هذه القصة عشان تعلمنا أن المفتي قال إنك فقيه؟ لأن للأسف الناس هنا لا يستمعون إلى الحجة وإلى المنطق، يجتمعون من القائل حتى يقول فلان رد عليه. أنت عرفت إيش قال؟ طيب ما قال شيء يا أخي. أو مثلا أخطأ من الشيخ المصلح الله يحفظه يوم قال هذا قلب للحقائق، وما كان يقصد ولا كان رجل فاضل. مين قلب الحقائق، أنا ولا أنت؟ هذا يوم قال 16 أخذت من عندي. جبتكم النص انه اللي قال الكلام هذا صالح الفوزان وبن منيع. شعرت انت بعد جلستك مع الشيخ الأطرم انه اتفق معك؟ لا، الشيخ الأطرم لم يتكلم في شيء. قال من الكلام كان صححت انا فيه، كان في اخطاء في القرض وما القرض. انا بالعكس هو الشيخ الأطرم استفاد مني ولا ما استفد منه. ولم تستفد منه ابدا. يعني في علماء كلمتهم وخاصه الشيخ الفاضل احمد بن حميد هم اللي كانوا يستفيد منهم، لكن ابدا انا كنت اتوقع انه يتكلم معي. استفدت من الدكتور احمد بن حميد؟ والله
أكبر. من جلوسك معه. والله أكبر. ولم يجادل في يوم في الأيام في باطل، ولم أعطي حجة ويحاول أن يطعن فيها، ونبهني إلى أشياء أصولية، بعكس كأكثر الأشياء الأصولية عندي من فهم من الشيخ أحمد بن حميد رحمه الله يحفظه. على أي حال، بس رجل زاهد ترى لا يحب أن يحتك بأي شيء. فالشيخ هذا خلاني ما أدري إيش كان السؤال، والله نسيته. السؤال على قصة الشيخ الأطرم، تعتقد أنه يعني موضوع الفقيه، أي على قول المفتي لك أنك فقيه. نعم. فالناس يجون يقول يا أخي أنا ترى أعلى وإن شاء الله من أتقى الناس مفتي الديار السعودية عندنا الآن. هو يا أخي شاهد إنه فقيه يا أخي، لأن افهم كلام الإنسان، افهم كلام منطقه الذي يقال له. فالناس تحتاج الى ايش؟ الى واحد يقال له الشيخ، واحد يقال له صبغه ما يعني تعليميه دينيه. طب يعني هم يشوفونك انت حليق مثلا وتتكلم في قضايا شرعيه. صرت حليق ما لي 5 شهور ولا قبل كنت يعني ما انت بحليق؟ لا ما كنت حليق على فكره، توني. على أي حال، فالشاهد حتى صورتي في جزيرة ما زالت كما هي قديمة. طيب تفضل. اي نعم. فالشاهد ذكرتها من باب أقول حاول أتوقع أن أتفاهم مع ناس عقلاء. يا أخي كانت تقول هذا المفتي يقول إني أنا فقيه، اسمعوا الكلام يا أخي. طيب. ولو أني لست فقيها، لو أني أستغفر غير مسلم، اسمعوا الكلام. هل هو كلام الله؟ ترى أنه ما حد يناقشكم، أنهم دائما يعودون إلى المربع الأول ويعودون إلى قرارات المجمعات الفقهية اللي أنت تقول أنها مي بصحيحة. لأنه ما في حجة يا شيخ. هل أنت تتوقع أني أقول هذا الكلام كله ولا يرد علي؟ أنت ابحث فيها. لو أني قلت بجواز زواج المتعة أو مثلا بالزواج. طيب دكتور حمزة السالم، هل أطروحاتك التي تطرحها وجدت مناصرين لها؟ علنا؟ لا. ليش الناس يأيدونك من تحت الطاولة؟ لأن طال عمرك مثل ما تقول أنت يعني. نعم. ليش؟ لأن طويل العمر الفتوى هذه عندما طلعت كانت ضعيفة تأصيلها الشرعي. أنا علمتك على الفقهاء الأربعة لا يرون حتى إلى عام 1413. أنا أذكر بن بية لما أقرأ يقول استنوا شوي، خلنا 7 أو 13 يقول استنوا لا تطلعون فتوى الآن، خلنا نندم عليها فيما بعد. هذا الدكتور عبد الله بن بية أنا قرأت له في النقاشات في السي دي حق المجمع الفقهي. فيعني كانت فيها حتى واحد قال لا تخوفنا احنا علماء. على اي حال ما في وقت. فالشاهد إن فكيف اثبتوها؟ بالارهاب. انت شفت شيء يخوفون فيه اكثر من قول الانسان ترى يا ناس ما فيها ربا، هجوم عنيف. الان الاجيال ورثت هذا ما هم عارفين من فين جاء اسباب الهجوم. طيب في ناس قال السحر حلال، روح عند السحار، يعني عادي. بس الذي يقول بأنت الموضوع خلينا نتأمل فيه ونتناقش فيه، هاجموه هجوم عنيف. ليش؟ يبون يغطون ضعف تأصيل الفتوى. وفعلا تمكن في الناس هذا الكلام. يعني قصدك انه هذا الترهيب هو الذي جعل المؤيدين يأيدونك تحت الطاولة مش فوق الطاولة؟ يا شيخ أنا جاني واحد من الناس فضلاء قال هذا كلام الله ما يجب أن ينقل، بس إذا طردت من هذا هجمت من هذا، ما هو الشيء هذا. وهذا الكلام ليش أنت أخذت على عاتقك بالذات أنك تصير حامل لواء هذه الفكرة، ولا تخاف من أنه طردت من هذا وطردت هذا وطردت من هذا؟ لأن يا أخي والله هم مستهوين الأمر للأسف. هم حاسبين الأمر أمر بسيط، تحريم هي قطاع وجه ولا كشف وجه ولا سياقة مرأة ولا عدم سياقة مرأة. هذا موضوع قتل فيه الاقتصاد الإسلامي، اقتصاد المسلمين، أفقر فيه المسلمين. لا أحد يقول لي انظر إلى الدول الاشتراكية ولا إلى الدول التعبانة. على أي حال الدول الاشتراكية ما كان فيها تمويلات. كل الدول التعبانة وإما فساد عظيم مع عدم وجود التمويلات، أكثر كانت اشتراكية. هذه الناس ظلموا أول شيء فيها وأفقروا فيها. والشيء الثاني خرجت هذه التي نقضت الدين، أصول الدين، صفة إسلامية نقضت أكبر أصل من أصول الدين وهو النية. وش النية؟ لا تخلي النية على جنب، تعال خلينا نشرع الكذب. أنت تكذب علينا ونكذب عليك ونشرع عليك وتبغى فلوس أنا وكذا. والنية خلها عادي، والنية هي عماد الدين. أخرجت لنا الفقه حيل. أنا أشهد لك إذا الله أحيانا إذا الله أحيانا ما يشيخ الطفل حتى دون الشيخ، ما الشيخ يمكن حنا إلا الصيفية الإسلامية هذه زي موضوع أفغانستان، كلنا يتبرأ منها وكلنا يخرج منها. طيب أنت حضرتك تقول في مقابلة مع جريدة الحياة في 2009 أنا لا أتطلع إلى أي منصب لو كنت أفكر فيه لبقيت في موقعي السابق ضابطا كبيرا في وزارة الداخلية أتقاضى من التقدير والمال ما يحسد عليه أي شخص. أنت لا تتطلع إلى منصب رسمي؟ الحمد لله، ولا أظن في منصب رسمي بعد هذا. طيب هل أنت تكرر أنك مستعد أن تتناظر مع أي شخص يمكن أن يتناقش في هذا الموضوع؟ نعم، مع مجمعات بعد. نعم. مع المجمعات كاملة. نعم.
ولم تجد أي مثلا عرض لهذه المناظرة. أنت الآن كل اللي ردوا لم يرد أحد على ما أطرحه، يعودون يخرجون عن الجوهر الأطرح. أنا 3 نقاط طرحتها، هذه قروض تمويل القروض الثمنية لا أصل لها، الصيغة الإسلامية دليلها باطل، ليس لها دليل أبدا قائم. شكرا لك دكتور حمزة السالم. حياك الله يا أهلا وسهلا. شكرا لكم أيها الإخوة والأخوات على متابعة هذه الحلقة من إضاءات، حتى ألقاكم في حلقة مقبلة. هذا تركي الدخيل يترككم في رعاية الله وحفظه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لماذا ينهض الإخوانيون أعلن اعتذاره عن بعض